تطلع من عندك منبهرة بجمال بيتك وطبيخك الحلو. محتاجين مكسرات ويميش وزينة رمضان وطقم خشاف وطقم عصير وطقم شاي ومفرش سفرة جديد لرمضان. عزومة السنة دي لازم تبقى بيرفكت، عايزين نبقى مميزين. ايه كل ده؟ هو احنا بنجهز عروسه؟ كل القطم اللي عندك دي مش كفايه؟ ومش لازم تعملي اكل الكومباوند كله يعني، هاتي الحاجات الضروريه بس وبلاش فشخره. هو مش فاهم حاجة. لا 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 لا، انت كده هتطلعي زوجة فاشلة، هيقولوا عليكي ايه؟ لا، كل فتفوتة مهمة، ما ترديش بقى اقل من كده. perfectionism أو المثالية، ودي عدوة السعادة ومدخل من مداخل الشيطان. فبدل ما كل حاجة لازم تتعمل 100%، يا إما بلاش، هنعمل قاعدة 70%. اكتبي الليستة بكل اللي نفسك فيه وبعدين اشطبي منها 30% وكملي بنفس القاعدة في كل حاجة. هتعملي 70% زينة، 70% مواعين، 70% نظافة. بالنسبة للشخص المثالي دي مهمة صعبة جدا انك ما تكملش، بس محتاج تبريك ذا سايكل، توقفي الصوت اللي بيقولك لازم وضروري وما ينفعش. أما مهارة الأكسبتنس، وهي إنك تتعلمي تقدري الجمال حتى لو في الحاجات الناقصة. خلي عينك تشوف الكمال والمثالية في قلة الكمالية، زي جمال الجنينة بأشجارها اللي ورق منها واقع، ودرجات الورق اللي مش بنفس الخضار، وأزهارها اللي جزء فتح وجزء لسه. أوقات الجمال والكمال بيكون في النواقص اللي في الصورة.